السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مش هنتكلم عن حاجة سطحية، لا احنا جايين نغوص في بحر كبير، بحر اسمه الموضة والدين. ليه بقت الموضة هي المنتشرة دلوقتي؟ وليه بقت بتتحكم فينا؟ وامتى اللبس بقى معيار احترام؟ وهل الدين ضد الأناقة؟ ناس كتير فاكرة ان الدين بيقول البسي واسع واسكتي، وان العلم بيقول البسي على كيفك واعملي اللي يريحك، بس احنا هنا جايين عشان نكسر الصورة دي، نكسرها ونبني غيرها، لان صورة حقيقية فيها الدين وفيها العلم وفيها احترامك لنفسك قبل ما يكون للناس. فأول حاجة، ايه هو اصلا اصل الموضة؟ لو جينا نبص على كلمة موضة فأصلها جاي من الكلمة الفرنسية مود، يعني النمط أو الأسلوب اللي الناس بتمشي عليه. يعني الموضة مش حابة تكون ثابتة، دي بتتغير مع الزمن. في كل عصر ليه موضة. الموضة دي مش لسه موجودة، يعني أو مش بدايتها الزمن اللي احنا فيه، لا هي كانت موجودة من قبله، وكان في برضه موضة وفي الحاجات اللي كانت عندنا دي. في العصور الوسطى كانت الطبقات الغنية هي اللي بتحدد الموضة. النهارده ترند التيك توك في يوم واحد ممكن يغير شكل اللبس جيل كامل. المشكلة مش ان الموضة بتغير، لا المشكلة ان احنا بقينا بنجري ورا الموضة من غير ما نفكر. فهل اللبس ده بيمثلني؟ وهل اللبس ده يعني يناسب قيمي ويناسب ديني ويناسب عقلي؟ في دايما يعني برضه الناس بتحط يعني ايه زي رول او قاعدة معينة ان دايما لو تحسسك ان هو ان الدين ده ضد انك تكوني ماشية مثلا مع الموضة او انك تكوني عامة يعني حسنة المظهر، يعني يكون مظهرك جميل مقبول خلاص. كما لو كان ان مثلا انك تلتزمي بالحدود الشرعية ال ال يعني المفروضة عليكي، ان هي ان هي يعني اللي شكلها سمع يعني ويرد جدا، شكلها وحش قوي، وان هي ايه اللبس اللي انت لابساه ده. لا احنا مثلا يعني حتى مثلا يعني في اماكن معينه ما بيسمحوش فيها انك تدخلي دخول المحجبات، اماكن كتير يعني. انا كنت فاكره ان خلاص الحته دي في الزمن ده اللي هو لا يعني خلاص اللي هو شالوا القاعده اللي هو أصل المحجبات ما بتدخلش في اماكن معينه، بس لا اكتشفت ان لسه الوضع ده اصلا بيزداد سوءا، وبدا ينتشر اكتر، اللي هو في اماكن كتير جدا في طبقية كبيرة قوي بين المحجبات عامة أصلا كمحجبة، بس يعني انت تكوني يعني محجبة مش هيدخلوكي المكان. بتحسي اللي هو حاطين قواعد معينة للموضة أو إنك تكوني يعني لابسة حاجة بالنسبة لهم هي تكون حاجة تحفة بجد، احنا اللي نحدد انت تلبسي ايه. وده بيختلف جدا مع وجهات نظرهم تحديدا في الحياه. بيقعد يقول لك احنا بندعم الحريه، بندعم مش عارفه، ندعم حريه المراه، ندعم ان المراه تعمل اللي هي عايزاه، ان محدش يجبرها على حاجه. طيب ما هو من ضمن الحريه انك ما تتدخلش في ان هي تلبس ايه او ما تلبسش ايه، ده زي هي حره تلبسه ولا ما تلبسوش، حضرتك مش تتحاسب مكانها بجد يعني. أول حاجة لازم نقولها إن الإسلام مش ضد اتفضلي. الجمال، بالعكس ده بيحب الجمال. يعني سيدنا محمد قال إن الله جميل يحب الجمال، بس الفرق بين الجمال وبين الابتذال زي الفرق بين النور والنار كده. يعني الدين مش ضد اللبس الجميل، بالعكس بس لازم يكون في ضوابط. لازم اللبس ما يكونش شفاف ولا ضيق بالظبط. يبين تفاصيل الجسم، ولا ملفت يخطف عيون الناس يعني عن أخلاقهم وعن عقلهم. اللبس في الإسلام مش وسيلة للفتنة، بس هي وسيلة للاحترام. كان في شاعر كنت بحب أسمعه جدا، كان بيقول إيه؟ كان بيقول: وقل للعفيفة في الحجاب الساتر يا درة شدي وثاقك واثبتي، ولتعلمي أن الحجاب كرامة وصيانة من كل ذئب غادر، يا ابنة الإسلام أنت فخرنا، كوني كما أنت ولا تتغيري. ده كان شعر كنت بحب اسمعه دايما، وكنت بحس ان هو فعلا بيمثل الموضوع. وكان في كمان مثال كنت بشوفه كتير، وانا اعتقد الناس كلها بقت عارفاه دلوقتي وبقى منتشر، اللي هم يجيبوا المصاصه اللي هي متغطيه والمصاصه اللي هي مش متغطيه، ويبينوا ان المصاصه اللي هي مش متغطيه هي بيتلم حواليها النمل والدبان، والمصاصه اللي هي متغطيه ما بيمسيهاش اي حاجه، بتكون نظيفه زي ما هي وجوهرها محفوظ في الغطاء اللي هي متغطيه بيه. إمم. أيوه فعلًا منتشرة الصورة دي. كلامِك فعلًا صح. اللي هو دلوقتي بيحسّسوكِ إن اللبس معلش يعني ممكن ده ما يعجبش بعض الناس، بس بيحسّسوكِ إن اللبس الفاضح أو اللبس المكشوف هو المودرن، هو الشيك، هو اللي إحنا هو الصح اللي إحنا المفروض أصلًا نلبسه. واللبس اللي أنتِ لابساه ده أنتِ كده يعني sorry، أنتِ كده وحشة، أنتِ كده شكلِك بيحسسوكي بجد انك عار عن المكان، ان انت ايه القرف ده، انت انت لابسه كده ده يعني ايه اللي انت لابساه ده. مع اني بحس يعني بحس انه
بالعكس والله، يعني انا لما بشوف بنت في الشارع لابسه مثلا الحجاب الصح اللي هو الخمار ولبس واسع جدا، او سواء النقاب يعني او كده، بحس اللي هو شكلها عاجبني، بحس اللي هو انتي حلوه بجد انتي حلوه والله. بحس اللي بالضبط. هو ببص لها كده، بحس ما شاء الله ببقى مبسوطه وانا بشوفها، فاهماني؟ وتحسّي أصلًا هي كشخص ف- وهي ماشية في الشارع بتمثّل دينها، بتمثّل أنا مين، أو بس إن الشخص ينقاد ورا الغرب في كل حاجة حتى اللي مش بالظبط. مناسبة ليه، مش حاجة منطقية عشان نحس إن إحنا cool يعني لازم نكون زيّهم أو عشان نكون مقبولين. طَب فين شخصيتك، فين هويتك؟ اللبس مش بس قماشة، اللبس بيعبّر عن الشخص. لو لبس حاجة أنت مقتنع بيها مش بس عشان يعني trend يبقى أنت لابسها كدب، اللي هو أنا لابسها عشان الناس لابسة. واحنا مش كدابين مم. يعني احنا ناس عندنا قيم اه وناس اه عندنا وعي وعندنا اختيار، فليه نعمل كده؟ بالظبط، زي ما انتي قلتي الحتة بتاعت اللي هو أصل الناس لابسة كده، الفترة دي بتحسي في ضغط كبير قوي أصلا، إن هو لو طلعت بس مثلا حاجة ترند على سواء التيك توك أو السوشيال ميديا عامة، يعني كمنظومة نفسها كلها، مش هحدد ابلكيشنز معينة يعني، بتحسي اللي هو لأ، يعني أنا بحس، أنا مش عارفة ليه بحس إن أنا لما بشوف أصلا، يعني أنا من وجهة نظري بشوف الناس لابسة الحاجة دي كتير، بحس إن أنا مش هلبسها، يعني أو مش هعملها لأن هي منتشرة، فانا مش حابه اكون يعني الواحد بيحب يكون سبيشال دايما ومميز حلو قوي في الجزئيه دي ان احنا اه نكون سبيشال، حلوه جدا. اه انت تكوني سبيشال، مش لازم كل حاجه يا جماعه ننجرف وراها او يعني نجري وراها بهدف بس ان احنا نقلد وخلاص عشان هي ترند او هي دلوقتي طالعه موضه او مش عارفه ايه. مش بحس اصلا ده الصح، ان انت تحسي لك هو تحسي بجد انك عبيد، اللي هو او مش عارفه في كلمه بس مش عارفه اقولها بالظبط ايه، اللي هو يعني ايه، الحاجة خلاص احنا شفنا الناس عملتها فاحنا بجد يلا اللي هو ماشيين وراهم يلا وراهم معاهم اللي هو عارفة اللي هو يلا بينا، يلا معاكم يلا معاكم. من غير ما ندرس، يعني اصلا في حاجات كتير قوي بشوفها بجد، يعني مثلا بجد في الموضة بتبقى بحسها كفكرة عامة، مش يعني مثلا حتة ان يعني ممكن في ناس برضه تقف ضدي في الحتة دي، بس حتة ان دلوقتي يبقى في مثلا كروب توب للبنات، احنا ما كانش في يعني ما كانش معترف عليه اصلا الكروب توب ده عندنا في البلاد العربية عامة، خلاص. ولكن مع الوقت دلوقتي عشان بقينا نقلد المجتمع الغربي، بقينا لازم نلبس كروب توب ونبقى زيهم، واللي تلبس كروب توب دي تبقى روشة، ولو هي مثلا يعني ولو مثلا حد قال لها لأ، يعني مش صح اللي انت عاملاه ده، او يعني ده حرام، او ستوري يعني البسي لبس يعني يكون ساتر اكتر من كده، هتحسسك انك كده انتي يعني انك كده انتي تفكيرك معقد أوي، اه، انتي معقدة في جدا. ناس بتقول ان الناس اللي انك بتلبس كده دول الناس اللي هم كانوا اه اه اديبيين اللي هم في الصحراء ده، مش هو عندهم المعتقد ده، بس لا يعني. اه اه بيقول لك احنا يا جماعة احنا في 2025 بجد انتوا بتقولوه ده، والله اه العظيم بجد، يعني ايه مش اللي انا بقوله ده، يعني انت اللي بتقولي ايه يعني عشان انت تقولي ايه. ف فلا لا يعني بتحسي ان اصلا حته انك تكوني ملتزمه بحاجه في الوقت ده بجد وقت حاجه او حاجه بقت صعبه قوي، صعبه جدا، تحسي انك اصلا في وقت بجد مليان بفتن، يعني مليان بجد بجد بطريقه بشعه فعلا، فتحسي انك انتي بدرجه انك بجد تبداي تحسي انك انتي الغلط، يعني انك انتي الغريبه. يعني بالظبط. تخيلي كده بجد لو احنا حسبناها، هتلاقي البنات اللي هم ملتزمين بالزي الشرعي الصح، يعني على يعني على النسبة الأكبر هتلاقي اللي هم أقل، يعني أقل من البنات اللي هي مش ملتزمة. لو قلنا على الحجاب الصح، مش بتكلم على الحجاب بس، أنا بتكلم عن الحجاب الصح، يعني احنا لو قلنا حجاب فلا، يعني هتلاقي أكيد نسبة عالية من الحجاب، بس أنا بتكلم عن الحجاب الصح، لأن يا جماعة اه في فرق بين إنك تكوني محجبة وفي فرق بين إنك تكوني محجبة بس انت فعلا لابسة الحجاب الصحيح، وهم اكيد يعني اللي هيسمعني هيفهم اكيد يعني ايه الحجاب الصحيح، بس خليني برضو ايه، يعني خليكي يعني بس توضحي لنا البوينت برضو بتاعت ايه الحجاب الصح احنا المفروض. برضه لما اتكلمنا فوق كنا بنقول ان هو ليه شروط، يعني الحجاب نفسه ليه شروط لازم نلتزم بيها عشان يبقى يطلق عليه اسم الحجاب ده. ما شاء الله في موضة دلوقتي طالعة اللي البنت تبين رقبتها، يعني طرحة تكون جل، تمام، والبنت تبين رقبتها، فهي بتطلق على ده ان هو
ده حجاب كامل متكامل، بس هو مش كامل ولا متكامل، مفيش الكلام ده، لانه حضرتك رقبتك باينه، وكمان يعني هم عاملين اصلا الموضه دي الهدف انه عشان تحط سلسله في السلسله يبان، عشان تحط حلق في الحلق يبان. فالمفروض انه الحجاب البنت ليه شروط. ايه هو الحجاب الشرعي؟ أن يكون ساتر لجميع البدن، أن الجسم كله يكون متغطي، أن لا يشبه ملابس الرجال ولا الكفار. احنا طبعا ما شاء الله يعني لسه بنتكلم حالا بنقول انه الغرب ودول هم عاملين موضة خاصة، ان هو بيقولوا دي موضة وده الترند، فانتوا لو مش ماشيين في نفس الطريق فانتوا كده مش متحضرين يعني. فألا يشبه ملابس الرجال ولا الكافرين، وأن يكون واسع غير ضيق، وأن يكون لا يعني ما يكونش متعطر، ما يكونش فيه عطر، لأن طبعا حرام إن يكون فيه عطر وانت طالعة، وألا يكون شفافا، وألا يكون به زينة، ما يكونش في زينة. في ناس يعني في حجاب برضه طالع دلوقتي اللي هو ممكن تلاقيها لابسة حجاب كامل وتمام، بس الطرحة فيها، عارفة الطرحة اللي بتلمع أو اللي فيها ترتر حاجات زي كده، بس في طرح فيها الحاجات دي بس بشكل اوفر قوي، فده زينة. فكرة انه بجد انا عارفة ان في ناس كتير قوي يعني بعض من الناس هتسمعنا يحسسنا ان احنا قلنا حاجات وحشة قوي، ان احنا ناس بجد مش تفكرنا عاقين اللي هو احنا معقدين. بس صح. بس الحقيقة بجد ان هم فعلا مغيبين عن الواقع، هم مغيبين بطريقة بشعة. خلي بالك انا اوقات بتعامل مع ناس من يعني من النوع ده، ومشكلة ان هم بجد لما تبدأي توعيهم بتحس ان هم فعلا كانوا عارفة لما يقولك مثلا ان حد مثلا يعني مغيبين، هو فعلا بيكونوا شبه مغيبين، هم مش مش دريانين مفيش ادراك. مفيش ادراك باللي هم فيه، يعني هم مش متخيلين جدا ان الوضع ممكن يكون وصل للحته البشعه دي، فاهماني؟ او بالظبط. للحته الصعبه دي. كنت برضه حابه كملي الاول كلامك عشان بس ما اقطعكيش، عشان ما نقطعش الكلام، كملي. كنت كمان هذكر الحديث بتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من هم الغرباء؟ قال: الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس، يعني هم أناس صالحون قليلون في ناس كثيرون، فاهماني؟ فالموضوع ده بحس انه بيمثل الحاجه اللي احنا اصلا موجودين فيها حالا، اللي هو تحسي فعلا زي ما انت قلتي كان احنا غريبين، والغربه دي بحس ان هي حاجه المفروض نفتخر بيها، انه زي ما انت قلتي ان الناس الكويسه دي تكون سبيشال، يعني ما فيش زيهم. الوحش كتير دايما، الناس اللي هي او الطائفه اللي هي مش احسن حاجه بتكون كتير، لكن المميز اللي بيكون، عارفه ممكن نشبهها الشركه مثلا، لو جينا نروح اي شركه وعملنا زوم كده في الشركه، ايه اللي موجود في الشركه، هنلاقي انه الموظفين كلهم نفس الريتم بتاع المعرفه والحاجات دي، بس المدير بيبقى لا، بيبقى المديرين اللي موجودين في الشركات دول بيبقوا سبيشال. فكذلك يعني في الحياه الواقعيه لو احنا عايشين الناس كلها زي بعض، بس مين اللي بيميزهم عن بعض؟ قيمهم وشكلهم هو اللي بيميزهم عن الناس التانية. الناس كلها ماشية في طريق ودول ماشيين في طريق، وأحسن حاجة إن هو ملتزمين بمبادئ، يعني عارفين إن ده مبدأ المفروض متخلاش عنه، زي إن إحنا جايين الأرض هنا ربنا اللي خلقنا وقال لنا دي الشروط اللي هنمشي عليها، وحفظنا يعني اللبس ده أصلا فيه حفظ للبنت، يعني أنت مكنتيش متخيلة. هي كمان لو جينا طب نشوف الزاوية دي من العلم برضو عشان الفكرة توضح أكتر. العلم أثبت إن اللبس بيأثر على السلوك والصحة النفسية أو الجسدية بتاعة الشخص. بمعنى سلوك الشخص بيفرق. إذا هل تتوقعي مثلا واحدة محجبة مثلا بس حجاب كامل وشرعي تمشي ماشية مش كويسة أو تتكلم بطريقة مش كويسة، هل تتوقعي ده؟ بالظبط، كنت لسه هتكلم في البوينت دي، انه ان الناس بتقولك ان لا، ان المظهر اللي هو عارفه اللي هو هتقولك الايمان في القلب مش من الظواهر. انا مؤمنه في قلبي ان انا محجبه، بس انا مش محجبه من بره. طب ماشي خلاص تمام، بس حضرتك ال ال المظهر بيبقى، انا بجد يعني عشان في ناس تقول لك لا ما انتوا ما تاخديش بالمظاهر، لا للاسف المظاهر ليها جزء كبير جدا من الشخصيه، يكون مش كل الشخصيه ولكن بيبقى جزء من الشخصيه. مظهرك بيدي اللي قدامك عن طبيعه شخصيتك. ما فيش حد يقول لي ان هي ما فيش حاجه اسمها كده، لا في حاجه اسمها كده، طبيعي جدا مظهرك بيدي جزء كبير من شخصيتك، بنعرف منه انت شخصيتك بتبقى تفكيرها ايه، ايه حاجات اللي هي مثلا بتنجذب ليها، بجد بيبقى مظهر ليه جزء. انا بشوف حد مظهره ببقى عارفه كويس جدا، ببقى خلاص اخدت مثلا بنسبه مثلا قولي بس 30% من شخصيته. الناس خلاص. اللي بتبقى بقى في التخصص نفسه، اللي هي بتبقى بجد علم نفسي، يعني ماما كده في التخصص، لما بس بتبص على اي حد من بعيد نظرة بس بتعرف تجيبه كله هو كشخصية اصلا هو مين، يعني مجرد نظرة بس. بالظبط، فلا يا جماعه المظهر بياخدوا ليه جزء كبير من، يعني مش كبير قوي بس ليه جزء من الشخصيه.
مثلا دايما لبسك نظيف مرتب، واسع فضفاض، فانا هيجي لي مثلا يعني بدي مثال بسيط يعني مثلا هيجي لي مثلا نظر او هاخد بالي ان الانسانه دي مثلا لا دي منظمه في لبسها مثلا، لا دي ممكن تكون حجابها صحيح بتجتهد مثلا في حجابها. فانا بجد انا بحس المظهر بيبقى ليه جزء كبير من الشخصيه. يعني عشان برضه ما نخرجش عن السياق، برضه كنت عايزه اقول حاجه في الحته اللي انت قلتيها في الاول على شروط الحجاب. كنا برضه حابين نستدل بالايه القرانيه في سوره النور. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. يعني هفسر الايه بس، وايه يعني هديها لكم بشكل عام كده. اول جزء احنا قلناه ده، بعدين ايه نكمل. الحته اللي احنا قلناها دي الاولانيه ان يعني ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول احنا يعني كبنات او كمسلمات، يعني نساء يعني، ان احنا نغض ابصارنا. وده يا جماعه عشان بس اقول لكم عن حاجه، عشان في ناس تقعد تقول ايه، لا الراجل يغض بصره وهو ماشي في الشارع. طب كمان انت كمان تغضي بصرك وانت ماشيه في الشارع يا حضرتك، يعني هو مش على الراجل بس وانت لا يعني احنا الاثنين نفس الحاجه. انت غضي بصرك وهو يغض بصره. ما احنا مش هو هيمشي وباصص في الارض وانت ماشيه هتبصي عليه وعماله تفلي وشه حته حته، وشعره عنده كام شعره، تلاقيها مثلا باصه على الشخص اللي قدامها لدرجه ان هي عارفه ادق التفاصيل جدا في شكله. بالظبط، وده وده دليل انك غلط بصيتي ومش عليه. مش المفروض ان ده يحصل يعني. بالظبط مش مفروض. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. يعني يعني يا جماعه ده كان برضه بنتكلم في حته التزين اللي كانت الناس بتقول عليها. كانت بتقول ريماس من شويه كانت بتقول حته الرقبه تبان ونحط حلق ومش عارفه نعمل ايه وان هو يبقى من الطرحه وشعرنا باين والكلام ده كله. ده برضو من ضمن الزينه. بصوا يا جماعه عشان نكون صريحين، عشان انا برضو يعني انا هخليني اكون صريحه معاكم. حته انك تكوني نازله من البيت ورقبتك باينه وشعرك باين ولابسه حلق واكسسوارز وريحتك حلوه جدا وشكلك حلو، انت بتبقي تحفه بجد. انا مش هكدب عليكي واقول لك ان شكلك وحش، لا انت بتبقي تحفه، بتبقي تحفه فنيه نازله كده. انا نفسي كبنت بتفتن بيكي. يعني انا ببقى نازله في الشارع كده مع يعني بجد والله. وبجد يعني انا الكلام ده فعلا حقيقي. لو سالته اي بنت بجد بتحاول ان هي تجتهد، يعني البنات اللي هيبقوا لسه في الاول الموضوع اللي هم مثلا بيحاولوا يعني في جهاد ان هم يعني يجاهدوا نفسهم ان هم يلتزموا كده، هتلاقي حضرتك انت فتنه بالنسبه لنا احنا كنساء. ان اصلا فاهماني؟ فتنه المرأة هي زينتها، يعني فتنتك انك تكوني انك بتحبي الزينه. احنا ربنا خلقنا كده، الفتنه بتاعتنا ان احنا بنحب نتزين. بتحبي تكوني حلوه، بتحبي تكوني شكلك يكون حلو، مش عشان حد، عشان نفسك اصلا. يعني انت بتحبي تكوني نازله من البيت شكلك حلو عشان نفسك، بتحبي ان شكلك يكون حلو، بتحبي ان تحطي ميك اب، بحيث ان ميك اب ان هو يكون شكلك وشك مقبول. آم، رقبتك باينه شكلك احلى طبعا رقبتك باينه، ولابسه اكسسوارز محليه طقم موديه الاوتفيت في حته تانية خالص. وهي دي فتنتنا، ان هي دي الحته اللي احنا بنقع فيها، ان انت بتبقي عايزه تنزلي شكلك حلو خلاص. فانت قبل ما تكوني فتنه للولد انت تكوني فتنه للبنت اصلا. يعني انت بتفتني بنت متخيله؟ بلس انه دي تبقى مجاهره بالمعصيه اصلا. انت بتجهري بمعصيه ان انت نازله من البيت خلاص. انت ممكن تكوني سبب، تخيلي بجد كده، يعني خلي بس الحته دي في عقلك كده، انت ممكن تكوني سبب في ان بنت تخليها يعني تقع درجة. يعني بعد ما خلاص كانت خلاص قربت بجد، لو خلاص تبقى خلاص يعني كل ما هي بتكون خلاص قربت ان هي اقرب للالتزام، اقرب لان هي خلاص تكون يعني حجابها الشرعي تمام، يعني اقرب للالتزام ده انت بترجعيها تاني خطوة لورا. لانك بتنزلي بكل بساطة بتنزلي بتعدي من جنبها بس كده. مجرد ما بتعدي جنبها هي بتشوفك بتحس ان هي خلاص ان هي كده جنبك حاجة فظيعة، وانتي فعلا احلى، انتي بتكوني فعلا احلى كشكلا. ما هو طبيعي معلش، ما انا مش هضحك عليكم برضه، انت بتكوني فعلا حلوه خلاص. إمم. آه ف فانت بتكوني سبب في فتنه ليها هي اصلا كأنثى، هي كبنت يعني، او كست يعني خلاص. فتخيلي انك تكوني سبب في ان حد في ان حد يعني ينزل درجه او يقع درجه بعد ما كده خلاص ان هو خلاص قرب يوصل لحته حلوه. فاهماني؟ وكل ده هيكون في ميزان سيئاتها، يعني اي حد هيشوفها وهيقلدها ويقول ايه ده انا كده شكلي وحش. هو طبيعي ان يكون شكلك حلو زي ما انت قلتي كده فعلا. هو الصراحه انه بيبقى شكل البنت حلو، بس المفروض التزام ده يكون في البيت زي ما انت قلتي برضو. نقطه بتاعت ان انت اصلا بتفتني البنت قبل ما اي حد تاني. يعني لو انا بنت زيك بكون يعني طبيعي تكوني جميله. المفروض الجمال ده بقى يتحفظ بس. بالظبط. آه آه يعني لا بيبقى صراحة انا لما يعني كنت يعني الصراحة الحياة لحد دلوقتي
لما بنزل وبشوف بنت يعني من جنبي معديه مثلا كده، مثلا وهي حاطه برفيوم ريحته حلوه جدا، ومثلا مثلا مش محجبه مثلا، فبجد شكلها هي بس اصل بجد انا مش عارفه ليه بحس ان مفيش بنت وحشه يا جماعه، اصل هو كل البنات حلوه يعني كل بالظبط. النساء شكلهم مقبول خلاص. فتخيلي انت اصلا بتبقي كأنثى اصلا يعني او كبنت، انت اصلا بتبقي طبيعتك مخلوقه انك انسانه جميله من غير اصلا ما تتزيني، فانت بلس بقى انك تزينتي اصلا، فبحس اللي هو انك معديه من جنبها انت بالنسبه لي انا كبنت فتنتيني يعني، ما بالك بقى الولد ده، انت يعني ما بالك بقى لو ولد عدى من جنبك او رجل او يعني فاهماني. ف فبتبقي بتبقي يعني بتبقي بجد يعني بتاخدي ذنوب بطريقه يعني بشعه. وفي نفس الوقت الحاجه ما تستحقش، يعني حاجه ما تستحقش كده، فاهماني. اه في حين إن انت ممكن تعملي كل اللي انت عايزاه في بيتك عادي تمام. هتقولي لي ما انا بحب ابين يعني، اصل احنا برضو ما مش خلينا نكون صريحين يا جماعه، عشان احنا برضو عندنا يعني احنا عاملين الفكره البودكاست دي عشان نكون صريحين مع بعض. احنا بنحب ان احنا يتقال لنا كلام حلو، يعني بنحب ان حد يقول لي شكلك حلو. مش لازم يكون حد يقول لي شكلك حلو من ولد وكده، لا انا بتكلم في العموم، بنحب ان حد يمدحنا، بنت ولد، بنحب المدح، بنحب ان حد يقول فينا كلام حلو خلاص. فان ان تقولي انا بحب يعني، ما طبيعي، ما هي برضو دي من فتنة المرأة، هي دي ان انت بتحبي الكلام الحلو، بتحبي ان حد يقولك شكلك حلو، بتحبي ان حد يقولك ايه القمر ده، شكلك حلو قوي النهارده، حلوة قوي الاوتفيت اللي انت لابساه بتاع النهارده، شكلك جميل، ريحتك حلوه، مش عارفه ايه، كلنا بنحب يتقال لنا الكلام ده، كل البنات بتحب يتقال لها الكلام ده، مفيش بنت ما بتحبش كده. ف فنحاول على قد ما نقدر نجاهد نفسنا ان احنا مثلا يعني، في ناس هتقولي مثلا طب انا يعني ايه هفضل يعني مش هلبس يعني افضل ايه عايشه كده طول حياتي بره، لابسه الحجاب ولابسه مش عارفه ايه وخانقه نفسي كده ومش عارفه ايه، اقول لك عادي، اللي انت عايز تلبسيه هاتي ستي كروب توب في البيت، البسي كروب توب في البيت عادي، محدش هيقول لك لا. اقعدي في اوضتك كده اقفلي على نفسك الباب، البسي اللي انت عايزاه، محدش هيقول لك لا خلاص. بالظبط. ف... ف... فكل اللي انت نفسك فيه عادي جدا هاتيه واعمليه، بس خليه في بيتك، خليه في بيتك بالظبط. خلاص. نكمل بس بقية الآية عشان برضو ما اكونش يعني حاسة ان انا اتكلمت كتير. ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن، دي بقى حتة الحجاب اللي احنا كنا بنتكلم فيه الصح. كانت الناس بتقول من شوية شروط الحجاب وكده، أهم حاجة تكون في اللبس يا جماعة تكون إن هو فضفاض تمام. يعني ما تلبسليش مثلا مثلا ليجن مثلا تمام، بس يكون ضيق كمان، يعني عارفين البنطلون تبقى ضيقة قوي دي اللي هي تبقى بجد بحس ان هي هتفرقع بجد عليكي، فاهماني. ولابسه لي تحتيها تيشيرت قصير جدا خلاص، ولابسه فوقيها الحجاب، لا ما هو بجد ده يعني ده حاجه مش صح، يعني دي حاجه فظيعه، مش كده بالظبط، احنا مش قلنا كده لازم خالص. يكون ساتر. وكمان في ناس بتقول انا لابسه بنطلون بيكون واسع. يعني البنطلون المفروض هو واسع وكل حاجه، هو مش بيشف بس بيصف رجليكي. فالمفروض تكون يعني عبايه او جيب ايا كان، بس حاجه ما تكونش مبينه اي تفصيله من جسمك. بالظبط. خليني برضو اقول حته البنطلون دي، عشان برضو ايه في ناس بتقولك في شيوخ قالوا البنطلون الواسع عادي، البنطلون الواسع اللي قالوا عليه الشيوخ تمام عشان بس تبقوا فاهمين. عارفين يا جماعه البنطلون اللي هو عامل اللي طالع، عارفه يا بنتي البنطلون اللي طالع عامل زي الجيبه ده، اللي هو اصلا انت مش بتبقي عارفه تحدديه اصلا ده بنطلون ولا تحس جيبه من كتر ما هو بدايتي واسع. بالظبط. هو ده يا جماعه البنطلون اللي هما بيقولوا عليه، عشان انتوا فاهمين غلط خالص خالص يعني وبرضه فاهمين مش غلط كل خالص. الشيوخ بيتكلموا، مش كل الشيوخ بيتكلموا صحيح، في شيوخ في كلام مش اه مظبوط، فالمفروض نسمع برضه من حد لا هو يكون موثوق او شيخ يعني، ده بيقول كلام صح، بيستعين بالظبط. بالاحاديث والسنه اللي عندنا واقوال علماء تانيين، مثلا زي احمد بن حنبل والامام مالك، الائمه. برضه يعني لازم يكون الكلام فيه ادله عليه، ما يكونش كلام بس. لو هيلبس بنطلون المبدأ اللي هو البس بنطلون وخلاص، فما يكونش يا جماعه البنطلون اللي هو الليجن الجينز اللي هو الملزق ده، بجد انا بحسه، انا اصلا مش عارفه صراحه انتوا بتلبسوه ازاي انا لبست بحسه بيخنقني خلاص. المهم يعني مش موضوعنا البنطلون دلوقتي، البنطلون ده احنا بنتكلم في الشروط. لو هتلبسي بنطلون البسي ان هو يكون تحت، عارفين يا جماعه البسي خلاص البنطلون الواسع ده، الواسع خلاص، خليني قلت انا قلت الواسع عشان بس ما حدش يقول لي انت قلتي كده، الواسع. وبعدين ممكن تلبسي فوقيه حاجة تحت الركبة، بحيث ان هو خلاص اصلا مش باين اصلا غير اخر رجلك اصلا، فاهماني. بالظبط، ده الصح، وده اصلا المفروض ان العلماء اللي اتكلموا واستعانوا باقوال
الأئمة الأربعة والسنة والقرآن هو ده الصح، إن هو يكون لو هتلبسي حاجة تكون البنطلون يكون واسع جدا 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 زي ما انت وضحتي كده يا هنا، وبرده لو هتلبسي حاجة فوقيه تكون تحت الركبة. بالظبط كده. آم، ف ف دي برضو حتة البنطلون اللي احنا كنا بنتكلم عليها. تاني حاجة بقى يا جماعة، حتة كنا بنقول ان انت ممكن تلبسي مثلا، نلبس مثلا، تلبسي النهارده مثلا فستان فضفاض، خلاص لفيتي الطرحة عليه بقى. لفيتيها ازاي؟ لفيتيها طرحة، حطيتي دبوس عشان أو يعني غطيتي رقبتك، بلاش دبوس، غطيتي رقبتك خلاص، رقبتك مش باين منها حاجة، شعرك مش باين منه حاجة. آه، آه، الجزء العلوي من جسمك مش باين، مش متحدد، مفيش حاجة باينة خلاص. فانت كده طبقتي شروط الحجاب الشرعي، ان شعرك متغطى، رقبتك مش باينة، لبس فضفاض مش بيصف ولا يشف، ومش مش ملفت. يعني يا جماعة معلش، اصل انا دلوقتي بشوف الوان فظيعة جدا، بشوف فسفوري. يعني ايه فسفوري ده بجد؟ يعني ايه تلبسي بالظبط، ممكن فسفوري؟ تلاقي بنوتة هي لابسة اللبس بتاعها يعني هو ساتر وكل حاجة ومفيش أي حاجة منها باينة، بس ألوان اللبس نفسها تشد، يعني ألوان اللبس نفسها خلينا عينك تدلل أصلا. فبرضه الألوان دي المفروض نخلي بالنا منها في تنسيقات الألوان، إن هي ما تكونش ملفتة، إن برضه زي ما انتي بتقولي كده اللون الفسفوري واللون فيه بينك كده فاقع جدا، الألوان دي برضه المفروض تتلبس. اه بالظبط. فمن ضمن يعني، عشان برضو في ناس يعني زي ما انت قلتي كده، ناس بتلبس اللي هو الحقيقة بالصح وكده، وتلاقيها في الآخر لابسة لون فاقع جدا، يعني لون يعني ملفت جدا. انت بوظتي كل اللي انت عملتيه، ليه عملتي كده؟ يعني ليه؟ تمام. بس هي برضه بتوقف في الجهاد، يعني هي بتجاهد نفسها، يعني ان شاء الله ليها الاجر، يعني على يعني ان هي بتجاهد خلاص، ان هي بتحاول. يعني لو اصل في بعض الناس مثلا اللي هو، خلينا برضه ان ما ناخدش الحته للعموم قوي، ان في ناس مثلا بتكون مثلا مثلا لسه بدأت تلتزم، فهي اللبس اللي متوفر حاليا معاها اللي هي تنظم بيه الدنيا هو مثلا الالوان دي المتاحه، فخلاص جاهدي نفسك بيهم. يعني الموضوع يجي بالتدريج، اللي هو انت تمام، يعني انت متعلقه مثلا بالالوان دي او باللبس ده، امشي الموضوع بالتدريج، اللي هو هو الحاجات مش تيجي مره واحده، بس لو تعرفي انك تجاهدي نفسك وتجيبيها مره واحده يكون طبعا افضل. بس ان الموضوع يجي بالتدريج ده هيساعدك اكتر، حتى لما توصلي للنقطه انت وصلت ليها وتثبتي عليها فتره، يكون من الصعب جدا ان اي حد يهزك ويقول لك غيري لبسك، صعب، مش هتعملي كده. بالظبط كده. اه كمان في آية تاني في سورة الأحزاب بتقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لو أنت شايفة نفسك من بنات ونساء المؤمنين اعملي كده. يعني اي حد بيقول انا سمعت الايه والحجاب زي ما انت قلتي كده يا هنا، ان هو الناس تفتكر الايمان في القلب وملهاش علاقه بشكلي. يعني الآية نازلة بتقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. هو مش حضرتك المفروض يعني مؤمنة، المفروض انك يعني مسلمة وعرفتي أركان الإسلام وبتصلي وعادي يعني. فكل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فأنت لو شايفة نفسك من أي واحدة من الثلاثة دول المفروض إنك تلتزمي بالحاجات دي. طب خالفتي يعني ما طبقتيش اللي ربنا قاله في الآية دي، اللي هم يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيما. لو ما عملتيش ده فانت يبقى خلاص انت خرجتي بره الصنف. يعني تخيلي سيدنا محمد قال لك كده، لو مثلا سيدنا محمد كان موجود معانا ومثلا حضرنا درس فسيدنا محمد كان بيقول لنا نعمل كذا وكذا وكذا، انت سمعتي ما طبقتيش، يبقى انت ايه؟ يعني زي ما انت قلتي برضه هنا حته انه ده جهر بالمعصيه، انا بقول انا بعمل. وعلى فكره كمان الحجاب رحله بالقلب قبل ما تكون يعني لبس. في يوم فتحت المصحف وقعت عيني على آية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية دي مش بتقول اللي مستعد، يعني في ناس بتأجل خطوات عشان تقول لما أكون مستعدة نفسيا أبقى أعمل كده. الموضوع مش كده، يعني الآية بتقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني الآية مش بتقول اللي مستعد ولا اللي قلبه مرتاح. الآية بتقول لما ربنا يؤمر، مش حقي ان انا اختار، دي طاعة المفروض ان انا اعملها، وده دليل ان انا مؤمنة يعني بالدين اللي انا مؤمنة بيه. ان هو في ناس بتقول انا مسلمة وكل حاجة، بس الكلام ده بيكون ببقها. يعني هل في فعل؟ لا. فين الفعل اللي بيدل ان انا كده؟ او فين الفعل اللي بيدل ان انا انا مؤمنة وكل حاجة؟ انا بحب ربنا فعلا. طب ازاي اقول بحب وانا مش مستعدة انفذ امره؟ اني طبعا لله المثل الاعلى، بس هحاول اشبهها بحاجة عشان الفكرة توصل. لو مثلا انا بحب بابا وماما جدا خلاص، وبابا وماما مثلا قالوا لي اعملي كذا فانا ما عملتهاش، هل ده دليل ان انا بحبهم؟
اكيد لا. انا لو بحبهم عمري ما هقول لهم لا، عمري لما يقولوا لي حاجه مش هنفذها، بالعكس هحاول ان اجتهد باقصى ما يمكن ان انا انفذها. طبعا ولله المثل الاعلى، بس حاولت اشبه الموضوع بحيث انه يعني الفكره توصل. بس وافتكر دايما ان كل يوم بلبسه ربنا بيقربني منه اكتر، وما زال العبد يتقرب اليه. بس طبعا هو ربنا كان في الحديث اللي هو بيقول ما زال العبد يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه. طبعا الحجاب مش نافله، الحجاب فرض. فكل ما انت تتقرب من ربنا كل ما ربنا هيحبك. يعني ربنا قال ما زال العبد يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه، فاذا احبه كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به، على اخر الحديث يعني. فالحجاب يعني هو الحجاب مش نهايه، الحجاب بدايه انه قرب من ربنا اكتر، ان انا اعرف ربنا اكتر. بس يعني دي برضو آية ضفة للآية اللي انت قلتيها اللي كانت بتتكلم برضو عن الحجاب. بالظبط. فاحنا اتكلمنا في اول جزء اللي هو في النقطه بتاعه العلم بيقول ايه. اتكلمنا في الجزء الاول خالص قبل ما طبعا نشرح الايات والحاجات دي. كل اللي احنا قلناه ده كان تحت بند او تحت عنوان انه اللبس بيكون دليل على سلوك الانسان، او بيتكلم عن سلوكك قبل ما انت تتكلم ببقك. تاني حاجه اللبس اللي بيصيب، تاني حاجه العلم اثبتها برضو ان اللبس اللي بيصيب الجسم مكشوف بيعرض له اشعه الشمس وامراض الجلد والتحسس وغيرهم. يعني في امراض كتير جدا بتعرض لها الشمس لما يكون جسم الشخص نفسه مش مستور. يعني شوفوا دقة الآيات ودقة أحكام ربنا، اللي هو لدرجة إن ربنا بيحمينا من إشعار الشمس والحاجات دي. في ناس كمان في الصيف وإحنا دلوقتي كده موجودين تقول أنا إزاي هلف طرحة وأحط دبابيس والطرحة تكون مقفولة والحاجات دي في الجو حر. كان في آية بتقول قل نار جهنم أشد حرا. نار جهنم أشد حر من الشمس اللي انتي مستصعبة إنك تلبسي الحجاب فيها دي. نار جهنم حر جدا. احنا لما بنمشي بس درجة الحرارة بتكون 40 احنا مش طايقين نفسنا. ولا مثلا لما نمسك مثلا الولاعة بتاعة البوتاجاز مثلا ونعديها على ايدينا كده مش هنستحمل، فما بالك نار جهنم عاملة ازاي؟ يعني احنا مش قادرين نستحمل الصغير ده. فبرضه الحتة دي المفروض المسألة دي نعيد تفكيرها تاني، انه حتى لو كان الجو حر المفروض اننا نلتزم باللبس وبالحجاب وبالدبابيس. المفروض في دبابيس تتحط عشان تثبت الطرح. يعني في ناس طرحة بتبقى لابساها شوية هوا يجوا يطيروها، دي مش طرحة، ده مش لفة طرحة ولا حجاب. يعني المفروض الطرحة تكون متثبتة، ما يكونش أي حاجة تشيل الطرحة عن وشك يعني. اللبس الضيق كمان تاني حاجة العلم أثبتها برضو، اللبس الضيق بيعمل مشاكل في العمود الفقري والدورة الدموية وبيعمل التهابات لما اللبس بيكون ماسك على الجسم بشكل المفروض ما يكونش كده. رابع حاجة العلم كمان أثبتها إن اللبس الواسع والمحتشم بيدي راحة نفسية وسهولة في الحركة وانطباع بالثقة. الكلام ده كله الدين قاله قبل العلم، قبل اصلا ما العلم يثبته. فليه ربنا امرنا بالحجاب؟ الحجاب مش مجرد فرض، ده وسيله من ربنا عشان يحفظ قلبك قبل جسدك ويحميكي من نظرات كلها مش طيبه ومش هتعجبك اصلا، وكلمات مش كلها بريئه. فربنا لما قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، كان بيقولك انا بحميكي وبحفظك وبميزك. طبعا زي ما احنا وضحنا الحته بتاعت الايات، ان هنا ذكرت ايه كانت موجوده في سوره النور، وانا ذكرت ايه موجوده في سوره الاحزاب، وكلهم بيدلوا قد ايه الحجاب المفروض ان هو يتلبس بالشكل ده. المفروض ان هو فرض، مش حاجه فيها اختيار، المفروض ان هو فرض وجنه ونار. ده بيدل ان انت ليكي هويه وهو ده ايمانك اللي انت ملتزمه بيه. فده كان النقطة بتاعت هو العلم بيقول ايه اصلا عن اللبس الواسع. وطبعا زي ما احنا قلنا الدين اثبت كل ده قبل ما العلم يقول اي حاجة فيه. برضو عايز اقول حاجه، معلش، حته اللي هو بيعبر عن هويتك. انا يا جماعه معلش والله لما بشوف واحده مسيحيه او واحده مثلا مسلمه، انا مش هبقى قادره افرقك اصلا انت مسلمه ولا مسيحيه غير لما ابدا اتعامل مع، يعني اعرف اسمك بقى، ابدا اتعامل معاكي فاعرف انك مسلمه. لكن انت كده ما تفرقيش حاجه، اصل انت مظهرك مش بيوحي انك مسلمه. انا ما هعرف انك مسلمه ولا انت محجبه. يعني معلش يا جماعه، احنا برضو يعني احيانا مش بنحب نتقبل الحقيقه، ولكن للاسف الشديد يعني للاسف غير يعني الزي الشرعي وكده اسمه تبرج. انت كده متبرجه خلاص. دلوقتي مثلا في ناس بتسمي الحرام باسماء مختلفة، ونفترض يعني بحاول اشبه الموضوع، ناس بتسمي الحرام باسماء مختلفة عشان يكون متقبل بالنسبة لهم، وكذلك اللي بيحصل دلوقتي في الحجاب. يعني اصل كل واحد يا جماعه بيبقى عارف ايه الغلط من الصح، عشان ما نحسسش نفسنا بالذنب وما ما نقولش نفسنا ان ده غلط فبنعمل نفسنا ان احنا مش واخدين بالنا. زي كذلك برضو الحديث او اللي ربنا سبحانه وتعالى وصف فيه اللي بتوصل، اللي هو الاكستنشن اللي احنا بنحطه في شعرنا ده وصل، فاحنا كده خرجنا احنا كده ملعونين من الله سبحانه وتعالى، احنا كده خرجنا من رحمه ربنا.
فبرضه مش بتحسسوا نفسكم بالكارثة دي فبتعدوها. أو يعني برضه الحديث ده كمان، الحديث أنتِ بتقوليه اللي هو الوصية المستوصية ده، عن ابن عمرو رضي الله عنه إنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، اللي هي زي ما أنتِ قلتِ كده إن هي بتوصل extensions والحاجات دي. في بقى سؤال ممكن يتسأل دلوقتي، طب أنا إزاي دلوقتي أبقى ملتزمة بالحجاب الشرعي أو ملتزمة بالشروط والأحكام الشرعية يعني للمرأة المسلمة يعني، وفي نفس الوقت أكون شكلي مقبول، شكلي يعني شكلي بالنسبة للناس عشان دلوقتي ما يعني بكونش مثلا خلفت الأوامر الشرعية، ولكن في نفس الوقت أكون شكلي مهندم وجميل ولبسي يعني متناسق مع بعضه. ازاي؟ تمام. احنا اكيد قلنا الحته دي طبعا في الجزء الاولاني اللي احنا كنا بنتكلم فيه، بس هنقولها يعني ملخصات كده سريعه عشان برضه ايه برضه كل حته تبقى واضحه البوينت بتاعتها يعني. حاليا يا جماعه الحمد لله يعني انا شايفه ان هم يعني بداوا يعملوا لبس للمحجبات بطريقه شيك. يعني مثلا ممكن زمان ما كنتش بتلاقي مثلا دريسات للمحجبات، كان صعب قوي ان تلاقي مثلا دريس بكم يعني شكله مهندم في فهماكِ، يعني ما شاء الله أصلًا دلوقتي اه في ناس بتعمل brands تحفة اه للحاجات، سواء في دلوقتي لبس. بالظبط. دلوقتي في كتير لوكال براند كمان، مش لازم تجيبوا حاجه من بره يعني مصر او كده او من بره عامه الدوله اللي انتوا فيها. لوكال براند كتير قوي قوي بتعمل اللبس الدريسات او السكيرت اللي هي الجيب يعني بلبس بطريقه بجد يعني تحفه جدا، واللبس بجد بيبقى جميل قوي. جربوا يا جماعه دوروا هتلاقوا بجد كتير قوي يعني هتلاقوا فساتين كتير جدا دلوقتي متاحه الوان واشكال وستايلات كتير جدا جدا. ممكن تنسقي بيها يعني لبسك، مش محتاجه ان انت دلوقتي يعني كان في وقت مثلا زمان كان صعب قوي انك تلاقي مثلا دريسات بكم، كان لازم البادي تحتيها مش وتحت عايزة أقول لِك الفستان. يا هنا، أنا أعرف دلوقتي ناس بجد يعني كانوا موجودين في الفترة زمان، يعني مش في الوقت اللي إحنا فيه، والله العظيم كانوا بيتحايلوا على عمه اللي بيبقى ماسك المحل مثلًا أو المصنع أو كده، يقولوا له نسق لنا ده واعمل ده، يعني كانوا بجد صعب جدًا زي ما أنتِ بتقولي إن هم يلاقوا حاجة، وكمان زي ما أنتِ قلتِ إن الأناقة مش معناها إن يكون لبس ضيق وشفاف وميك اب والكلام ده، أصلًا يعني مثلًا تعالي نعملها في شكل معادلة، لو جينا نقول نضافة زائد تناسق زائد احترام بتساوي الأناقة. فهما التلاتة دول جنب بعض، لو حطيناهم جنب بعض وعملنا لهم يعني النظافة بلس التناسق بلس الاحترام، هيكون شكلك جميل أو شكلك مقبول وأنيق. يعني مش لازم يكون لبس مش ضيق وشفاف وفيه ميك اب عشان يكون شكلك حلو. بالظبط. يا بنتي انا زمان والدتي يعني كانت بتقول ان هم كانوا بيفصلوا اللبس لنفسهم، كانوا بيروحوا لحد يفصل لهم اللبس لان ما كانش بيلاقوا الحاجات زي كده في المحلات. اه كان صعب. فدلوقتي انتوا قدامكم فرص دلوقتي قدامكم يعني حاجات كتير تقدروا تجيبوا منها خلاص. فشوف بقى ان احنا دلوقتي ممكن نجيب لبس يا جماعه الوان كتير قوي 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 خلاص. وقلنا برضه حته الالوان دي اللي هي ما تكونش ملفته، يعني لو ما يكونش لون بينور كده في الضلمه، عايزين الوان هاديه جميله خلاص. وفي نفس الوقت ما تكونش يعني ضيقه، ما تكونش شفافه، يكون يعني اللبس زي ما قلنا الضوابط اللي رمس اتكلمت عليها من شويه خلاص. لو مثلا جينا نشوف 4 حاجات، لو كان لبسك نظيف ومرتب وألوانه متناسقة وحجاب متناسق وابتسامة هادية، والله العظيم ده بيأثر أكتر من أي لبس ضيق. وأكبر دليل النساء العظماء اللي في التاريخ الإسلامي، السيدة خديجة بنت خويلد كانت تاجرة وكانت أنيقة وكانت محترمة، وكمان فاطمة الزهراء كانت رمز للطهارة والجمال. كانوا بيحبوا الجمال برضو بس مش بيعيبوا نفسهم عشان الجمال، يعني كانوا كويسين جدا، وكانوا ما شاء الله بيشتغلوا وكانوا شكلهم كويس وكانوا محترمين. فده النقطة اللي احنا المفروض نرجع بقى لأصلنا ونشوف الحتة دي. المفروض البنت لو طبقتي والله العظيم ال4 حاجات دول، ان هو لبسك يكون نظيف ومرتب، ألوانه تكون تناسبك، يعني لو بشرة مثلا غامقة تلبس ألوان تناسبها، لو بشرة فاتحة تلبس ألوان تناسبها، وحجاب متسق وابتسامة كده هادية، الامور هتكون احسن بكتير من اللبس اللي احنا بنشوفه دلوقتي والميك اب والحاجات دي. والميك اب مش حاجه بتزود الجمال، بالعكس بيبان جدا ان انتي مصطنعه. فليه تبني بالشكل ده؟ لسه بقول دلوقتي انه كانوا بيحبوا الجمال بس مش بيعيبوا نفسهم عشانه، مش بيعيبوا نفسهم عشان يكونوا كويسين او شكلهم حلو. بالظبط. دلوقتي حاليا يا جماعه انا كبنت يعني يعني بحس اللي هو يعني بحس دلوقتي الميك اب يعني الهدف الاول. بصي هما دلوقتي كانوا بيقعدوا يقولوا حقوق المرأة والفيمينست والكلام ده، انا ما بؤمنش صراحة بالحاجات دي، يعني ما عنديش خالص حاجة من الحاجات دي، مش بؤمن بيها صراحة، مش بصدقها اصلا.
بس الناس اللي بتقول بقى الفيمينست حقوق المرأة وكده، من ضمن حقوق المرأة ومن ضمن الفيمينست دلوقتي يا جماعة المجتمع بقى يضغط يعني لو انتوا بقى بتؤمنوا بيها يعني، وانتوا بقى فاهم، دلوقتي انتوا بتمشي، انتوا كده بتضغطوا السوشيال ميديا عامة او المجتمع دلوقتي بيضغط الفيمينست جدا وبيضغط حقوق المرأة، وتقريبا هي خلاص كده بتنتهي اصلا. ما هو دلوقتي انت من ضمن حقوق المرأة ومن ضمن يعني اللي احنا قلنا يعني ان انت محدش يجبرك تعملي ايه، صح؟ مش هي دي حقوق المرأة؟ مش من حق يجبرك تلبسي ايه او ما تلبسيش ايه، انك تكوني حرة، انك مش عارفة تكوني ايه، انك ما المرأة تنزل تعمل وتعمل ومش هم عارفة، بيكونوا وهي حرين، حرة خلاص. مقتنعين ان هم مقتنعين ان هم كده حرين، انتوا بس هم كده مش حرين. يعني لو انتوا جيتي كده مثلا محترمين. اي بنت دلوقتي فتحت السوشيال ميديا، اي بنت مش ملتزمه فتحت السوشيال ميديا ودورت مثلا في الشورتس بتاعت اليوتيوب او التيك توك او انستجرام، ايا كان الحاجات دي، لو شافت اي بنت لابسه اي حاجه بتقلدها او بتلبس زيها، هل انت كده حره؟ انا مش شايفه ان ده حر، مش شايفه ان دي حريه بصراحه. ان انا اشوف حد واعمل زيه لمجرد ان انا شايفه شكله عليه، بالظبط شايفه ان ده بالظبط. ترند. فين الحريه في كده؟ حتى لو هي ما كانتش مقتنعه بيه. السوشيال ميديا عامة يعني بلاقي البنت اصلا، يعني لو انتوا بقى بتؤمنوا زي ما قلنا بحقوق المرأة والكلام ده، البنت اصلا دلوقتي تحس ان هي بقت بجد حاجة اللي هو ايه، لازم تكون وشها بيلمع ما فيهوش ولا حباية، لازم تكون شكلها تحفة تحفة بجد 10/10. تحس ان في قواعد معينة لو انت مبتش عليها كأنك انت كده يعني، تحسي انت بنفسك بتحسي اللي هو انا كده مش حلوة زيهم، انا كده مش كاملة زيهم، انا كده مش طالعة زيهم زي ما هم طالعين كده. بس بجد السوشيال ميديا اصلا دلوقتي يعني، عشان برضو نخش في حته السوشيال ميديا احنا هدفنا حاجه معينه يعني، اغلبها بتبقى بجد فيك، يعني بتبقى حاجات مش حقيقيه، فانت بتنجرفي اصلا ورا فيك، انت ماشيه ورا فيك اصلا اساسا، يعني حاجه اصلا مش حقيقيه، فتخيلي انك ماشيه حرفيا ورا وهم، انت ماشيه ورا، بتمشي ورا وهم، بتقلدي وهم، بتقلدي موضه او بتقلدي ستايل معين، مش يعني اولا مش مهندم، ثانيا مش صح، ثالثا مش هو ده الشرع اللي قالك عليه خلاص، بتخالفي اوامر الشرع. بالظبط. يعني ايه فليه يعني فاهمين، فتحسي انك اصلا يعني اللي هو ايه اللي انا ماشيه، انك ماشيه ورا وهم بجد. وبس كده تقريبا خلصنا. هسيبكم بقى يعني لمست اقول لكم ايه اهم يعني البوينت المهمه، الاختصار للموضوع بتاع النهارده. عشان نلخص الموضوع في خطوات عملية نقدر ان احنا نمشي عليها عشان نلتزم باللي احنا، او المنطق الحجاب والفكرة ان احنا نلبس اللبس ده. اول حاجة اعرفي ان اللبس بيعبر عنك مش عن الناس. خدي من الموضة اللي يناسب دينك ويناسب شخصيتك. المفروض في دين احنا عارفينه، الدين ده الدستور بتاعنا، المفروض ان احنا نمشي عليه. المفروض ان هو عامل زي الفلتر اللي موجود في دماغك، اي فكرة اي حاجة بتتعرض عليكي فالمفروض ان في فلتر هنا اللي هو الدين بينظفها وبياخد منها اللي يناسبك ويناسب شخصيتك ويناسب دينك، ده اللي طبيعي، الباقي يتركن على جنب. تالت حاجة اسألي نفسك قبل ما تلبسي، هل اللبس ده لو شافه النبي صلى الله عليه وسلم وقابلتي بيه ربنا هيكون تمام؟ هتكوني انت بالنسبه لك تمام اصلا؟ هيكون ده الصح ولا لا؟ تمام. اسالي نفسك السؤال ده قبل ما تنزلي كل يوم. بصي على نفسك في المرايه قولي هل انا لو انا ربنا لا قدر الله قبض روحي وانا في الشارع باللبس ده، هل هكون مبسوطه ان انا قابلت ربنا وانا لابسه لبس مش كويس ومجاهره بالمعصيه اللي انا بعملها ان انا لابسه لبس مش كويس وطالعه بيه؟ اسالي نفسك السؤال ده قبل ما تنزلي. رابع حاجه حافظي على اناقتك بس بخطوات واضحه ومحترمه زي ما احنا قلنا كده. ممكن نعملها في صوره معادله، نظافه وتناسق واحترام هتساوي ان انت تكوني شخص انيق وشخص مقبول شكليا يعني. حافظي على علاقتك بس بخطوات واضحه ومحترمه. خامس حاجه ما تخليش ترند يكسر قيمك، لانك انت يعني اقوى بالاداه اللي احنا قلناها دي، فانت تعتبر انت عندك حصيله كبيره جدا من الايات واللي بتوضح لك ان اللبس ده المفروض ما يكونش كده. وزي ما احنا قلنا في سوره الاحزاب النقطه دي بس لو انت قعدتي على نفسك كده وتعقلي الموضوع، انه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين، شوفي 3 اصناف، تمام، يدنين عليهن من جلابيبهن. لو انت زي ما انا قلت كده في اول الحلقه شايفه نفسك انه انا منهم فالبسيها والبسي صح واستوري نفسك. لو مش شايفه نفسك منهم فخلاص، فانت يعني انت شايفه كده فالموضوع يرجع لك يعني، وانت بتحددي اذا كنت هتمشي في الطريق ده ولا في الطريق ده. زائد ان انت مخيره، مش يعني انت مخيره مش مسيره، مش يعني مش زي الملائكة المسيرين اللي هو مخلوقين هم يعني في ملائكة مخلوقين ساجدين وفي تانيين راكعين وفي تانيين دايما بيسبحوا ربنا. فانت مخيرة انك هتمشي كده ولا هتمشي كده. في الاخر اللبس مش بس ستايل، اللبس رسالة، يا توصلك للناس كإنسانة جميلة من جوه ومن بره، يا تبعدك عن حقيقتك. الدين عمره ما كان ضد الموضة،
بس ضد ان الموضة تسرقك، ضد ان الموضة تكون مخالفة لشروط اللي انت المفروض تكوني لبسك يكون ماشي عليها. كوني أنيقة بس بعقلك، وكوني ملفتة بس بأخلاقك، وكوني مختلفة بس من جوه قبل ما تكون من بره. وافتكري دايما ولباس التقوى ذلك خير. وده كان حلقة النهاردة. أتمنى ما نكونش طولنا عليكم، وأخيرا يا جماعة ظهرت لكم، يعني تقريبا أول مرة تشوفوني يعني، بس تمام. وبس كده هنختم الحلقة بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.